شكرا. قبل كل شيء بارك الله فيكم على الاستضافة. نعرف بروحي مالك سيحي، مدير جهوي البريد بقفصة. باش نستغل الفرصة اليوم معكم إن شاء الله، وباش نعلنوا على إن شاء الله برنامج فتح مكتب بريد قفصة النجاح، اللي هو كان سابقا نافذة ملحقة لمكتب بريد قفصة ومغلق منذ 3 سنوات تقريبا بحكم عدم توفر العنصر البشري. توا إن شاء الله تجاوزنا المرحلة هذه ورديناه مكتب بريد دونك عادي، سميناه مكتب بريد قفصة النجاح. مكتب البريد هذا يتم تجهيزه بموزع آلي للأوراق المالية، وتوا يختم يشتغل الموزع الآلي هذا إن شاء الله باش نقوموا بفتحه للعموم نهار 3 جويلية 2023. المكتب هذا مبدئيا باش يقدم خدمات خاصة شوية بحكم كونه راهو الموقع نتاعو هو موقع ممتاز دونك في وسط البلاد، باش يقدم خدمات الصرف اليدوي، شراء وبيع العملة، جميع استلام جميع الحوالات الدولية والسيرينيوم ونيجرام وغيره، وبيع جميع أنواع بطاقات الدينار الإلكتروني، وإصدار الحوالات في دقيقة وغيرها من الخدمات الهامة اللي يستحقها الحريف. هذا فيما يخص مكتب بريد النجاح. بالنسبة للوضع البريد بالجهة، ممكن الحاجة اللي باش نزيد نأكد عليها هو المركب البريدي الدولي اللي هو مكتب بريد ومركز توزيع. توا في طور الأشغال، تقدمت الاشغال بنسبه 70%. ان شاء الله قبل موفى سنه بقدره ربي يبدا حاضر مكتب بريد الدولي، دونك باش نخرجوا من مكتب بريد اللي موجود حاليا صغير ووضعيه الامانه مش باهيه، دونك ان شاء الله باش ننتقلوا لمكتب بريد جديد فيه 5 نوافذ على الاقل، مجهز موزع آلي بفضاء تجاري، دونك مكتب بريد عصري ان شاء الله باش يكون في خدمه المواطنين. في نفس الوقت زاد عندنا برنامج في احداث مكتب بريد في مول قفصة اللي توا هو في طور الانجاز ولا في طور البناء. ان شاء الله كيف باش يكون عندنا فيه بقدرة ربي مكتب بريد، كيف مكتب بريد باش يكون بطريقه عصريه، باش يكون كيف يحتوي على 3 ولا 4 نوافذ على الاقل، مع موزع آلي للاوراق الماليه. خلال الفتره الاخيره زاده قمنا بتعويض جميع الموزعات الآلية والا جزء من الموزعات الآلية اللي تم كسوا تكسيرها ولا معطبه وقديمه. قمنا بتعويض الموزع الآلي مكتب بريد الكسر، تعويض الموزع الآلي لمكتبي بريد المتلوي ثالجة ومتلوي المحطة، عوضنا زاد الموزع الآلي نتاع مكتب بريد الكتار، وعوضنا الموزع الآلي نتاع مكتب بريد السند. في نفس الوقت قمنا بتدعيم الشبكة نتاعنا، جهزنا مكتب بريد لورتس اللي هو بالمناسبة مكتب بريد زاد كيف تم بناؤه من جديد، ومكتب بريد ممتاز ومزيان برشا. كيف جهزناه بموزع آلي برغم اللي هو موجود في منطقة ريفية، دونك جهزناه بموزع آلي يشتغل حاليا. مكتب بريد الشبيبة كيف دعمناها بموزع آلي للأوراق المالية. مكتب بريد قفصة المطار كيف في موزع آلي جديد. مكتب بريد المتلوي كيف في موزع آلي جديد. وإن شاء الله الفترة الجاية عندنا باش نركزوا موزع آلي بمكتب بريد حي الشباب، وموزع آلي بحي سرور، وموزع آلي بمكتب بريد زانوش. هذوما اللي في القريب العاشر. في نفس الوقت عندنا في برنامجنا تغيير زاد الموزع الآلي مكتب بريد المذيلة، تغيير الموزع الآلي المكتب بريد بالخير، وتغيير الموزع الآلي مكتب بريد الرديف. وعندنا زاد تدعيم بعض المكاتب الأخرى على غرار مكتب بريد الدولي اللي هو حاليا في طور البناء، ومكتب بريد الرقوبه، ومكتب بريد سيدي بوبكر. هذا البرنامج ان شاء الله بتاعنا، وكيف نكونوا غطينا بريسك جميع مكاتب بريد كامله النشاط، وبعض المكاتب الاضافيه في الجهه موزعات آلية، واللي هي كان عندها دور كبير برشا في التخفيف من اكتظاظ مكاتب البريد والحريف والا المواطن يولي قادر انه باش يجبد شهريته والا الجرايه نتاعو في اي وقت، مش مطالب باش يمشي لمكتب بريد يشد الصف. دونك بالاعتماد على الموازات الآلية يولي الحريف يتمتع بخدمه في ظروف طيبه وممتازه. وشكرا وبارك الله فيكم.